عمرك كنت واقف قدام المراية وسألت نفسك أنا ليه دايما الطرف اللي بيبادر؟ ليه دايما أنت اللي بتمسك التليفون وتفتح تشات وتكتب أول رسالة؟ وليه لو قررت يوم تسكت وتشوف هيحصل إيه تلاقي المحادثة انتهت تماما ومحدش سأل؟ إحساس بيوجع صح؟ بتحس إنك تقيل أو إنك بتفرض نفسك على ناس مش مقدرة قيمتك، وتفضل تسأل نفسك أسئلة بتسحب من روحك، هو أنا ماليش قيمة عندهم؟ هو أنا مش مهم؟ ولا أنا اللي دمي تقيل؟ بص، ارمي كل الأفكار السلبية دي بعيد، لأن المشكلة الحقيقية مش فيك ولا في شخصيتك ولا في روحك الحلوة. المشكلة ببساطة انك بتلعبها غلط، انت داخل لعبة مش فاهم قواعدها. ايه رايك لو قلت لك ان في شوية تريكات نفسية بسيطة جدا لو فهمتها وطبقتها هتخلي اي شخص مهما كان تقيل او متجاهلك او شايف نفسه هو اللي يلف ويدور عشان يفتح معاك كلام، هو اللي يمسك تليفونه ويفكر يكتب لك ايه عشان يشد انتباهك، وهو اللي يستنى ردك بفارغ الصبر. لكن قبل ما نكمل، لو المحتوى ده عجبك وعايز فيديوهات اكتر تفيدك في العلاقات وفهم النفسية البشرية، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ركز معايا كويس جدا في كل كلمة هقولها لك النهاردة. هات كوباية القهوة أو الشاي وافصل شوية من الدنيا، لأننا هندخل جوه طريقة تفكير الناس ونفهم العقل الباطن ونستخدم شوية قواعد من علم النفس تخلي الكفة تميل لصالحك. النهاردة انت هتبطل تكون المطارد وهتبقى انت الهدف. تخيل معايا كده انك معدي من قدام بوفيه مفتوح، الأكل فيه متاح طول الوقت وموجود ببلاش وفي أي لحظة تقدر تاكل منه. هل هتبقى ملهوف عليه؟ هل هتفضل مستني اللحظة اللي هتاكل فيها؟ أكيد لا، لأنك ضامن وجوده. ممكن تفوت وجبة واتنين وتلاتة وتقول يا عم ما هو موجود، أبقى أروح وقت ما جوع. نفس الفكرة بالظبط بتحصل في العلاقات الإنسانية. إحنا للأسف بنغلط غلطة كبيرة بدافع الحب أو الاهتمام أو حتى الفراغ، وهي إننا بنكون متاحين زيادة عن اللزوم. رسالة تيجي بنرد في جزء من التانية، لدرجة إن الشخص التاني يحس إننا عايشين جوه الشات. حد يطلب نخرج بنوافق قبل ما يكمل الجملة، حتى لو عندنا حاجات تانية بنلغيها عشانه، وبكده بنرمي كل الكروت اللي في إيدينا من أول جولة. العقل البشري يا جماعة متبرمج من زمان إنه يقدر الحاجة اللي بيتعب عشان يوصل لها، أما الحاجة السهلة المضمونة اللي دايما موجودة فالعقل مع الوقت بيبطل يحس بقيمتها. ولو أنت دايما اللي بتبدأ الكلام فأنت كده بتبعت رسالة من غير ما تاخد بالك لعقل الشخص التاني، بتقول له أنا مضمون، أنا دايما هنا، ما عنديش حاجة أهم منك أعملها، أنت مش محتاج تبذل أي مجهود عشان توصل لي. ومن هنا تبدأ رحلة التجاهل والبرود. وعشان تخلي حد يبدأ هو بالكلام لازم الأول تسحب منه إحساس إنه ضامن وجودك. وأول حاجة لازم تفهمها إن أي حاجة نادرة بتبقى غالية، وأي حاجة موجودة في كل حتة بتفقد قيمتها، وده قانون في الحياة زي ما هو قانون في العلاقات. أنت لازم تحول وقتك وانتباهك لحاجة مش متاحة طول الوقت. إزاي؟ يكون عندك حياة فعلا. لما تبقى مشغول بتطوير نفسك، بشغلك، برياضتك، بهواياتك، ردودك هتاخد وقتها الطبيعي، مش هتبقى قاعد مستني الإشعار عشان تجري على التليفون. ولما تختفي شوية الشخص التاني هيبدأ يحس بالندرة دي، عقله هيبدأ يسأل هو راح فين؟ هو مشغول في ايه؟ هو انا ما بقتش اولويه؟ والاسئله دي هي اللي هتحركه وتخليه يمسك التليفون ويبعت لك عشان يطمن ان مكانه عندك لسه موجود. وفي نقطه تانية مهمه جدا، مهما كان الشخص اللي قدامك بسيط او متواضع، في حقيقه نفسيه لازم نفهمها. الناس كلها من غير استثناء بتحب تتكلم عن نفسها، عن انجازاتها، عن مشاكلها، عن طفولتها، عن رايها في الحياه. ولما تخلي الشخص التاني يتكلم عن نفسه مخه بيفرز الدوبامين، وده الهرمون المرتبط بالاحساس بالسعاده والمكافاه. يعني ببساطه هو بيحس براحة ومتعة وهو بيتكلم معاك. طب نستخدم ده ازاي؟ ببساطة لما تتكلم مع حد بطل تحاول تثبت انك جامد او انك مثير للاهتمام او انك تعرف تعمل كل حاجة، بدل ده خليك شخص مهتم، اهتم بيه هو. اسأل اسئلة مفتوحة وذكية تخليه يتكلم عن نفسه، بلاش الاسئلة التقليدية زي عامل ايه؟ يومك كان ازاي؟ واسأل بدلها ايه اكتر موقف حسيت فيه انك فخور بنفسك؟ لو رجع بيك الزمن 5 سنين ايه القرار اللي عمرك ما كنت هتاخده تاني؟ ولما يبدأ يتكلم اسمع بجد، اسمع بودنك وبعينك وبكل تركيزك، اسمع عشان تفهم مش عشان تجهز الرد اللي هتقوله بعده. لما الشخص يربط وجودك بالإحساس الحلو اللي بيحسه وهو بيتكلم عن نفسه ويحس انك من القليلين اللي بيفهموه ويدوله مساحة، فصدقني هو اللي هيدور عليك وسط الزحمة عشان يتكلم معاك تاني، لأنه ببساطة بقى بيحس براحة وسعادة في وجودك. انت بقيت بالنسبة له مصدر الإحساس الحلو ده. بس هنا بقى تيجي أهم نقلة واللعبة الأقوى. العقل البشري بيفضل فاكر الحاجات اللي ما كملتش والحاجات اللي لسه مفتوحة، وبينسى بسرعة الحاجات اللي خلصت واتقفلت. زي لما تكون بتتفرج على مسلسل وفجأة الحلقة تخلص عند أهم مشهد والبطل يفتح الباب وفجأة
الشاشة تسود ويطلع لك يتبع. ساعتها بتعمل ايه؟ بتفضل طول الاسبوع تفكر في الحلقة ومستني اللي بعدها بفارغ الصبر. احنا بقى هنعمل نفس الفكرة دي في محادثاتنا. الغلط القاتل اللي بنعمله اننا بنفضل نتكلم لحد ما الكلام يخلص تماما ويبرد ونبدأ نرد ايوه فعلا، طب الحمد لله، لحد ما واحد فينا يقول طيب هنام بقى. اياك تعمل كده تاني. الفكرة هنا انك تنهي المحادثة وهي في احلى لحظة وانتوا بتضحكوا والموضوع سخن والكلام رايح جاي والانسجام في اعلى نقطة، فجأة وبكل ذوق انسحب. قول مثلا يا نهار ابيض الوقت جري مننا والكلام معاك ممتع جدا، بس انا لازم اقفل دلوقتي عشان عندي حاجة مهمة. وعلى فكرة كنت هقولك حاجة مهمة جدا تخص الموضوع ده، هقولها لك المرة الجاية اول ما نتكلم. بكده انت سبت علامة استفهام كبيرة جوه دماغه ومشيت. عقله هيفضل يسأل يا ترى كان هيقول ايه الحاجة المهمة دي؟ ليه المحادثة خلصت وهي لسه حلوة؟ انت كده سبت الكلام مفتوح وعقله مش هيرتاح غير لما يعرف باقي، والنتيجة الطبيعية هو اللي هيمسك التليفون ويبعت لك الأول المرة الجاية عشان يكمل الكلام أو عشان يسألك انت كنت هتقول ايه امبارح. وفي كمان حركة ذكية جدا خصوصا في المقابلات أو المكالمات أو حتى الشات. العقل الباطن دايما بيرتاح للشخص اللي شبهه، ولو عايز تخلي حد يرتاح لك من غير ما يعرف السبب اعكس طريقته بس بذكاء ومن غير ما تبان انك بتقلده. يعني لو الشخص اللي قدامك بيتكلم بصوت واطي وهادي، هدي صوتك شوية واتكلم بنفس الهدوء. لو بيتكلم بحماس وبيحرك ايده كتير خليك متفاعل ونشيط. لو قاعد بطريقة معينة وبعد شوية عمل حركة بسيطة ممكن تكررها بشكل طبيعي جدا. حتى في الشات لو بيبعت رسائل قصيرة ابعت رسائل قصيرة، لو بياخد 10 دقايق أو ربع ساعة عشان يرد ما تردش في نفس التانية كل مرة، وخد وقته قريب من طريقته. العقل الباطن هيلقط الإشارات دي بسرعة ويترجمها لرسالة واضحة: الشخص ده شبهي، الشخص ده من نفس موجتي، أنا مرتاح له، حاسس إننا نعرف بعض من زمان. والراحة النفسية دي هي اللي بتكسر الحواجز وبتخليه يدور على أقرب فرصة عشان يكلمك. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، الناس بتمل من الحاجة اللي ماشية على نفس الوتيرة طول الوقت. لو انت دايما لطيف ودايما موجود مع الوقت هتبقى متوقع، ولو انت دايما غامض ودايما بعيد هتبقى متعب والناس هتمشي. السر في التوازن. لما تكونوا بتتكلموا اديله اهتمامك الكامل، خليه يحس انه اهم شخص في اللحظة دي، ضحك وتفاعل واهتمام. لكن بعدها ارجع لحياتك الطبيعية، انشغل وخلي ردودك أبسط وما تحاولش كل مرة تفتح مواضيع جديدة. التفاوت ده بين الاهتمام الواضح والانشغال الطبيعي بيخلي الشخص التاني يفكر هو ايه اللي اتغير، انا لازم ارجع الجو الحلو اللي كان بينا. والتحدي ده هو اللي بيحركه، انت بتسيب له مساحة وهو يحاول يملاها. بس خد بالك الموضوع لازم يكون بذكاء مش بوقاحة ولا بقلة ذوق، انت بس بتسحب المبادرة شوية وبتسيب له فرصة يتحرك. ولو عايز تطبق الكلام ده بشكل عملي فالموضوع محتاج منك شوية التزام. أول حاجة، لمدة أسبوع كامل ما تبدأش أي محادثة، زيرو مبادرة. لو متعود تبعت صباح الخير كل يوم وقف، لو متعود ترد على كل الاستوريهات والحالات اتفرج من غير ما تسيب أي رد. ده هيعمل عنده هزة بسيطة وهيخليه يقول في حاجة مختلفة، هو راح فين؟ هو زعلان؟ هو لقى حد تاني يهتم بيه؟ الفراغ اللي انت سبته هو اللي هيخليه يفكر فيك. تاني حاجة، لما هو يبادر ويسأل أو يبعت لك أي حاجة إياك تبين إنك كنت قاصد تتجاهله، وإياك تعاتبه وتقول أخيرا افتكرتني أو عاش من شافك. الجمل دي بتبين إنك كنت قاعد مستنيه، العكس هو الصح. خليك لطيف طبيعي متفائل ومبسوط، وحسسه إنك كنت مشغول في حياتك بشكل عادي ومكمل يومك بشكل طبيعي. الرسالة هنا إن حياتك ماشية كويس، ودي من أكتر الحاجات الجذابة في أي شخص. تالت حاجة، وانتوا في قمة الاندماج في المحادثة اللي هو بدأها وفي اللحظة اللي هو مستمتع فيها، انسحب بطريقة ذكية. سيب الكلام مفتوح وارمي جملة فيها شوية غموض وقول له انك لازم تمشي دلوقتي لكن هتكمله بعدين. سيب الفضول يشتغل. لو طبقت الخطوات دي وشغلت الأفكار دي مع بعض، انت مش بس هتخليه يبدأ هو بالكلام، انت هتخليه يبذل مجهود عشان يشد انتباهك ويحافظ على وجودك. انت كده بتحول نفسك من شخص مفتوح ومتاح طول الوقت لشخص ليه قيمة وليه حياة وليه حضوره. والناس بطبعها بتميل للحاجة اللي فيها شوية غموض وبتمل من الحاجة المضمونة. في النهاية يا صاحبي، العلاقات الإنسانية مش بالعافية، والاهتمام الحقيقي ما بيجيش بالطلب، الاهتمام بيتبني. ولما تفهم طريقة تفكير اللي قدامك وتعرف هو عقله بيشتغل إزاي، تقدر تتعامل بشكل أذكى من غير ما تستنزف كرامتك ولا طاقتك النفسية. الفكرة هنا مش إنك تبقى شخص مؤذي أو تتلاعب بمشاعر الناس، الفكرة إنك تحمي نفسك من الاستنزاف وتعلي قيمتك وتفهم إن وقتك مهم وإن وجودك ليه وزن.
واللي عايز يوصلك ويستمتع بوقتك لازم يبين هو كمان إنه مهتم ويبذل شوية مجهود. الكرة دلوقتي في ملعبك، جرب، ما تستعجلش، وجرب تسيب مساحة، وجرب تخلي الناس تتكلم عن نفسها، وامشي من المحادثة وهي لسه حلوة. هتتفاجأ إن الشخص اللي كنت بتجري وراه وتستنى منه كلمة بقى هو اللي بيدور على فرصة عشان يكلمك الأول. ارفع قيمتك، افهم اللعبة، واستمتع بسحر علم النفس بطريقة ذكية ومحترمة.